عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعلمكم وصفة جديدة. هنعمل الرقاق الطري بطريقة جميلة جدا وبأبسط ما يمكن. معانا أول حاجة كيلو ونص دقيق. الكيلو ونص دقيق دول يا جماعة دقيق متعدد الاستعمالات. يعني بكيلو ونص دقيق احنا هنستخدموهم. اللي حابة تعمل أكتر من كده تمام. اللي لسه مبتدئة تعمل مثلا بالنص كيلو وتقلل بقى من باقي المكونات اللي أنا هضيفها. على كيلو ونص دقيق دول هنضيفه معلقة كده كبيرة ملح. تمام، دي أول حاجة. ونقلبهم كده بقى أهو مع الدقيق. بعد كده هضيف الرايب. معانا الرايب دي يا جماعة أهو. هضيف العلبة كده معايا كلها وأنا بعجن. دي تاني مكون معانا أهو. وابتدي كده أعجن. العجينة دي يا جماعة بتاعتنا مش بتخمر، احنا بس هنريحها بعد العجين. تمام كده. بعد هما قلبناهم كده بالرايب بتاعنا. يلا المكون التاني معانا هي مية الجبنة. مية الجبنة دي يا جماعة هي مية الشرش اللي بتبقى بتنزل من الجبنة بعد ما بنعملها. هعمل لكم فيديو ليها، شايفين اهو. هعمل لكم فيديو ليها يا جماعة ازاي بنعمل الجبنة. والمية بتاعته دي بنستخدموها لحاجات كتير، بتخلي العجينة طرية طرية وطعمها جميل جميل، كأنك عجنها كده بلبن، كأنك عجنها بلبن. جميلة جميلة. دي مية الشرش. تمام، أنا هعجن بيها. اللي ما عندهوش بقى مية الشرش دي يستخدم المية العادية. تمام، يلا كده أهو. واقعد كده لغاية ما الدقيق معانا يختفي وأنا أضيف كده وأعجن أهو أهو. طبعا هي يا جماعة دافية لأن أنا كنت حطاها في الفريزر، فأنا سيحتها وسبتها كمان لغاية ما بردت، فهي دافية شوية، فهتخلي العجينة في حتة تاني خالص، وهتساعد العجينة بتاعتي إن هي تبقى قوامها جميل. وأنا كمان هوريكم القوام اللي هنعملوه دلوقتي ليه عجينة بتاعت الرقاق بتاعنا. هخليها لكم جميلة جميلة أهو أهو يا حبايبي. طبعا فيديو الجبنة هينزل لكم قريب ان شاء الله على قناتي، قناة وصفات ندى الشطورة اهو. شايفين كده ايده وهي بتعجن من بره كده لجوه. هنقعد اعجن 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 كده لغاية ما الدقيق بتاعنا ده يختفي تماما وتبقى العجينة كده خلت الدقيق اختفى خالص نهائي من العجينة اهو. بصي شايفين انا بعجن ازاي كده اهو، بكف ايدي كده اهو. ده العجن الفلاحي بتاعنا اهو كده، شايفين؟ ان شاء الله تكون وصفاتي عجبتكم يا جماعة. وفي ناس كتير بتعمل وصفات بتاعتي وبتعجبها 100%. يا ريت تجربوا وصفاتي وتتفرجوا كمان على الفيديو للآخر اهو اهو كده بظهر الايد كده اهو. دي يا جماعة الفطير الطري، الرقاق الطري الفلاحي الأصلي بتاع الفلاحين بتاعنا هنا في سوهاج اهو. مش هتلاقوا حد عاملها أساسا اهو. ادي هو جماله. شايفين انا بعمل بظهر ايدي كده واعجن اهو اهو يا جماعة. بنفطروا اللي بالرقاق ده بنفطروا بيه في العيد اللي هو الفطار مع الذبيحة. تمام اهو. شايفين كده اهو. نعجن كده شايفين العجينة طرية ازاي يعني تحسوها كده متمسكة في نفسها اهو. هي بس عايزة حبة عجن كده شوية اهو. شايفين انا هقعد اعجنها كده يلا شوية كده وهرجع لكم اوريكم القوام اللي انا وصلت له.
وكده حبايبي شايفين سمك العجينة أنا خليتها بنفس السمك ده، لأن المرحلة الأولى لازم تكون سمكها تخين. شايفين أهو السمك بتاعها قعدت أعجن فيها كده شوية حلوين كده أهو، عشان عايزاها بنفس السمك التخين ده أهو، السمك التخين ده خالص. ليه؟ انا ضفت لها شويه دقيق تاني لغايه ما وصلت السمك كده، عشان بعد كده هنضيف السمن كوبايه الا ربع سمن يا جماعه على الكيلو ونص. تمام. يعني اللي عايز يضيف زبده يضيف، لكن الزيت لا. ليه الزيت لا؟ لان الزيت هينشف الرقاق معاكي. تمام. يعني دي تكايه كده في فيديو النهارده ان الزيت ممنوع في الفطير بتاعنا او الرقاق بتاعنا. تمام. يلا كده كوبايه الا ربع سمن. احنا كده انا بحب افردها كده الاول، بعد كده اروح حاطه شويه واعجنهم اهو. ليه يا جماعه احنا عايزين السمك بتاع العجينه في الاول تخين؟ لان احنا هضيفناه السمن وبعديها كمان هضيف قشطه. تمام. فكده هي هتطري العجينه، فاحنا لازم تكون الاول تقيله. تمام. هضيف كده الكميه كلها كده عشان تبقى عجنه واحده اهو. اهو الكوبايه الا ربع كامله، وابتدي يلا كده اهو المها كده في الدقيق اهو. اهو نضيف كده من جوه لبره كده وندعكه، من جوه لبره كده وندعكه اهو، من جوه لبره كده وندعكه. ونصلوا على النبي يا جماعة. ادخلوا في التعليقات وصلوا على النبي واكتبوا لي تعليقات حلوة بقى يا جماعة. أنا بحب أقرأ خالص التعليقات بتاعتي الفيديوهات بتاعتي أهو. اهو شايفين ازاي قوامها؟ نقعد كده تضربي كده زي بوكس 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 كده عشان تشرب السمنة بتاعتك كلها كده. شايفين ازاي شربت السمنة كلها اهو. اهو كده تقعدي تضربي بوكس بوكس بقى وتطلع كل الطاقة السلبية اللي فيكي في العجينة. تمام. اهو بوكس بوكس بقى اهو. ادي قوام العجينة. شايفين قوامها؟ شربت السمنة كلها اهو معايا وبقت جميلة. شايفين؟ بص بقت طرية كده وحاجة على العال. يلا بقى كده انا ضربتها كده شوية بوكسات كده حلوين معاكم اهو كده. هضيف يلا علبة القشطة. تمام. اللي عنده بقى، في ناس بتبقى القشطة بتاعتها عاملينها في البيت، اللي حابب ما عندهوش يجيب علبة قشطة من بره ويضيفها. تمام. اضيف كده علبة القشطة اهو. شايفين القشطة بقى؟ هتضيفيها كده ويلا بوكس 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 بقى تاني، وافتكري كل حاجة حصلت لك يلا، وكل الطاقة السلبية طلعيها في العجينة. انت كده مش هتضري، والعجينة كل ما تعجني فيها كل ما هتبقى في حتة تاني خالص اهو. اهو نمسك كده من جوه لبره كده وبوكسات بقى اهو. اهو شايفين كده؟ انا هقعد اعجن لكم يلا فيها لغايه ما اوصل لكم لمرحله كده تكون العجين فيها في القوام اللي انا عايزاه، وهوريكم القوام بتاعها. شايفين يا جماعه بقى السمك؟ هو ده السمك اللي انا عايزاه، سمك طري طري. انا فضلت كده اعجن بايديا الاتنين كده. شايفين؟ شايفين ازاي سمكها طري طري جميل؟ بصي تبصي عليها كده وتحسي بقوامها تعرفي ان دي معموله بلبن وبقشطه وبرايب ومية جبنة. يعني هتلاقيها كده هتحسيها في حتة تاني خالص خالص. والعجينة بتاعتها جنان جنان. فضلت كده اعجن فيها لغاية ما وصلت معايا للقوام ده. شايفين بقى القوام بتاعها حلو ازاي؟ يلا كده هسيبها كده تستريح دقيقة واحدة بس، ونبتدي يلا نشوف الخطوة اللي بعديها.
اهو بعد ما سبتها تستريح شوية ابتدي يلا اقطع كده لدواير اهو قد بعض، واقفلها كده واظبطها كده على انها تبقى دويرة كده حلوة. اهو المقاس ده حلو خالص ان هو يطلع فطيراية حلوة يا جماعة اهو. يا رب يكون واضح لحضراتكم. يلا نحطوها كده جنب بعض، وهغطيها كمان بالكيسة اهو، بكيسة شفافة كده، وهكمل بقى باقي الكمية بنفس المنظر ده وبنفس المقاس بتاع الدوارة بتاعتي ده اهو. وهرجع لكم عشان اوريكم هنعمل ايه الخطوة اللي بعديها. حبايبي اهو بعد ما قطعته الدواير وكمان سبته 5 دقايق يستريح، ابتدي يلا كده امسك واحط الاول طبعا دقيق، وافرش تاني دقيق كده فوقيه اهو، بفرش كده دقيق تاني فوقيه كده، ويلا نفرد مع بعض كده اهو. اهم حاجة الدقيق يا جماعة عشان اللي يعني ما تلزقش معاكي وتفرد معاكي بكل سهولة اهو كده. ونديها الناحية دي كده اهو، من النص كده لبره، شايفين؟ من النص كده لبره اهو، شايفين؟ بس كده يلا. شايفين بقى اهو الفطيرة بتاعتنا نطلعوا بقى كده الدقيق منها كده اهو اهو. يلا بقى ونحطها يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي جمال الفطيرة. طبعا النار يا جماعة متوسطة تمام. شايفين بقى الشغل اللي قبليه ان انا اشتغلته؟ ادي اهو حلوياته وجماله. بصوا بصوا ازاي طري، بصوا طري ازاي اهو، طري خالص شايفين؟ وطبعا جميلة جميلة اهو. شايفين دي ابتدت تتنفخ ازاي وابتدت تعمل. طبعا انا النار موطياها عشان الجريلا. انتوا ممكن بدل الجريلا دي لو مش عندكم طاسة تيفال، ما عندكمش طاسة تيفال، طاسة اللي هي الألمونيا وتقلبيها على ظهرها وتشتغلي بيها عادي. بس كل 4 5 كده تشطفيها بس من الدقيق علشان الدقيق ما يسودش معاكي. شايفين بقى الحلويات والجمال بتاعت الفطيرة دي اهو. ابتدت تعلى اهو، شايفين؟ ابتدت تعلى اهو. صلوا على الحبيب. يلا كده كده بقت كويسة. بحطها يلا هنا واجيب واحدة تاني من اللي انا شغلاهم. قبل ما احطها خلقة كده واشيل كل الدقيق ده علشان ما يتحركش معاكي، وتحطي الفطيرة اللي بعديها اهو تمام. انا طبعا بفرد بالاربعة واطيبهم، وبعد كده باجي افرد 4 تاني واطيبهم تمام. يعني انت تعملي بقى زيها كده، ما تفرديهمش كلهم مع بعض بالاربعة وتطيبي بالاربعة. شايفين بقى على اللي عملناه مع بعض ده اهو. بصوا يا جماعة الطراوة، شايفين؟ شايفين الطراوة؟ والله العظيم ما في احسن من كده. تسلم ايدي. شايفين؟ يعني طري 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 خالص بطريقة فظيعة. بصوا بصوا كده، شايفين الطبقة بتاعته خفيفة زي الشعرة. ادي اهو الفطيرة اللي احنا عملناها. تعالوا يلا نقلب دي اللي على النار اللي حطيناها مع بعض اهو. الله اكبر الله اكبر، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله عليها، جميلة جدا جدا جدا. شايفين ازاي بتتنفخ اهو؟ ان شاء الله يكون واضح لحضراتكم. بصوا ادي النفخان. النفخان دي اللي هي ان انا سبتها تستريح كويس خالص كده، في اللي هي ايه، لازم تمديلها كده بايدك علشان درجة الحرارة بتاعتها توصل للاطراف كلها كده، تكون متساوية في الاطراف بتاعتها تمام.
يلا كده نشيلوها، احنا بتنيها كده وبمسكها بحطها على اخواتها اهو كده وافردها وغطيها على طول بس كده. يلا اعمل اللي بعديها كده، اخلص الكمية كلها اللي انا عملتها دي كده اهو، واحط اللي بعديها. طبعا العيش ده انا عامله كميه يعني 1.5 كيلو لان احنا بنحبوه جدا، بنغمزه بيه وبناكله بيه حاف من جماله ومن طعمه الجميل. لو انت بقى مبتدئه ممكن حتى تعملي ب0.5 كيلو. يعني انت لو لسه مبتدئة او خايفة شوية ابتدي ب0.5 كيلو وعايري كده المعايير كلها اللي انا عملتها، القشطة يعني كل حاجة ان انا عملتها تاخدي بس نسبة بسيطة منها على قد 0.5 كيلو ان انت هتعمليه وتشتغلي بيه بقى. شايفين وانا بحكي معاكم؟ شايفين ازاي بتتنفخ؟ الله اكبر، بصوا بصوا، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. ندوها يلا جليبة كده، الله اكبر الله اكبر. شايفين ازاي بتتنفخ؟ معنى كده ان هي استريحت جدا جدا والعجينة ممتازة ممتازة. الله اكبر، اللهم صل على النبي. اعملوا لي بقى لايك على الفيديو ده، اديني اهو بعمل لكم احلى وصفات في الدنيا كلها. مفيش اي حاجة يعني انتوا طلبتوها مني وانا ما عملتها لكمش، ولسه كمان هتلاقوا مني وصفات كتيرة خالص للعيد. عيد الاضحى هعملها لكم برضو. يلا كده نحطوها مع اخواتها كده وبفردها اهو وبغطيها على طول. ويلا كده ننضف الغريلا بتاعتنا دي كده تاني اهو، وابتدي احط اخر واحدة معايا دي كده، وبعد كده اروح افرد تاني بالاربعة. تمام، تعالوا يلا كده نفرده سوا لغاية ما دي كده تطيب. يلا كده معايا، يلا ناخده واحدة كده. اول حاجة هندي رشة دقيق اهو كده فوق وتحت كده كويس، ونبتدي نعجن نفرد قصدي اهو كده نفرد. اهم حاجة الدقيق يا جماعة، اهم حاجة الدقيق، اهم حاجة الدقيق علشان ما تلزقش معاكي. تمام، تاخدي كده الدقيق كده اهو وتفردي من جوه لبره كده اهو، من جوه لبره عشان تطلع معاكي دويرة مظبوطة، ما يطلعش معاكي اشكال كده ووش وحاجات كده البنات بتعملها اللي هي لسه المبتدئة. تعملي اللي انا بقولك عليه بالظبط اهو. طبعا سن الدقيق كده علشان ما تلزقش، ومن جوه لبره ومن جوه لبره اهو. مفيش اسهل من كده اهو. انا مش هفرد اكتر من كده اهو كده الفردة بتاعتها كويسة. يلا كده نفضه كده من الدقيق اهو. يلا كده نشوفوا ايه اللي على النار. شوفوا يا جماعة انا سبتها ايه ورجعت ايه، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله عليها. اتنفخت بالشكل ده شايفين، ولسه شغالة كمان تنفخ. الله اكبر عليها اهو، ناجحة جدا 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 جدا. يلا بقى نحطها بقى مع اخواتها اهو، ونجيب بقى اللي فردناها مع بعض التانية اهو. يلا كده اهو شايفين اهو. ان شاء الله تكون واضحة لحضراتكم. شايفين ازاي هي ابتدت تستوي؟ هي اول حاجة بتعمل الدواوير دي كلها، بعد كده بتبتدي تتنفخ بالهواء اهو. ندوها كده جليبة اهو. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله عليها ازاي بتتنفخ يا جماعة. شايفين اهو. ندوها كده هزة عشان درجة الحرارة بتاعتها توصل لجميع الأنحاء بتاعة الفطيرة بتاعتنا الحلوة دي. شايفين ازاي منفوخة يا جماعة اهو. شايفين الهوا اهو. ندوها بقى جليبة تاني. يلا كده دي طابت، ندخلها مع اخواتها ونبتدي كده ننضف، وهكمل الكمية كلها بهذا المنظر كده اهو. حبايبي معايا اخر واحدة، تعبت خالص خالص، بسم الله ما شاء الله هم كتار.
دي اخر واحدة معايا اهو. شايفين بقى الحلاوة والجمال؟ لا جميل جميل، وكمان طعمه الطعم الرايب والقشطة واللي هو المية بتاعت الجبنة بتاعتي، يا لهوي، وكمان مع السمنة، لا في حتة كانت في حتة تاني خالص. الطعم جنان جنان يا جماعة، الله أكبر عليهم. شايفين يا حبايبي؟ دي بقى الكمية بتاعتي كلها اللي أنا عملتها. شايفين اهي كله زي بعضه، كلهم تراي، أول واحدة زي آخر واحدة. شايفين؟ بصوا، شايفين الجمال والحلاوة؟ عملت لي الكمية دي كلها، عملت لي الله أكبر كمية كبيرة خالص أهو من الفطير. شايفين؟ بصوا ازاي طري، شايفين أهو؟ بصوا لما ازاي بإيدي، بصوا هفرده لكم تاني ازاي اهو، ولا سحر ولا شعوذة، عملت لكم احلى رقاق تاكلوه في حياتكم كلها، رقاق طري 100% جميل. اما بقى ده الطريقة دي هتلاقوها عند الصعيدي بس، عندنا احنا وبس، عند وصفات ندى الشطورة يا جماعة. تمام، هو ده بس الوصفة بتاعتي. شايفين؟ مثلا نعملوها سندوتشات كده بالطول زي كده، شايفين اهو كده، دي كده كده، بعد كده كده اهو. سندوتش كريب ده ولا مش سندوتش كريب؟ لا جميل جميل جميل، في طبقاته في حلاوته، الله اكبر عليه. اوريكم كمان واحدة تاني اهو، اهو نشوفوا دي بقى وسخنة، عشان يعني لسه كنا عاملينها برضو اهو. شايفين اهو؟ شايفين الطراوة اهو؟ اهو بقى مفيشي احلى رقاق طري، ده الرقاق الصعيدي الاصلي يا جماعه. تنسوش بقى تعملوا لي لايك بقى وتشجعوني بتعليق حلو بقى على الفيديو القمر ده. وكمان في حاجه تاني قبل ما نقفل الفيديو، الكميه دي كلها مثلا انا مش هستخدمها حتى يومين 3 4، لسه كمان لسه للعيد. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا هنجيب الكياس بتاعه الثلاجه الشفافه اللي زي كده مثلا اهو، تمام، هحط كده فيها الشوية اللي أنا عايزة أدخلهم معايا مثلا، تمام، هعملهم كده بالكيسة وألف رول أهو كده، ألف رول بالمنظر ده كده أهو في الكيسة أهو. الكيسة دي بقى هدخلها الفريزر بتاعي اليوم اللي أنا هاكل فيه قبليها بشوية هتطلعيهم هتلاقيهم طازة 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 يا جماعة، ولا كأنهم كانوا في التلاجة، ولا قعدوا مثلا أسبوع ولا حاجة في التلاجة، مش هتحسوا أي حاجة فرق من الفريزر، زيه زي الطازة بالظبط. تمام، ولو عجبتكم بقى الوصفة بتاعتي متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب على القناة وتشجعوني بتعليق حلو. السلام عليكم.